بيبدأ في المينا مع شخص وبيكلم اللي شغال معاه وبيقوله إن في صندوق هيوصل المينا النهاردة، وإن الصندوق ده تقيل جدا، وإن اللي فيه حاجة قديمة وفريدة من نوعها، وإنك لازم تبقى موجود لما يوصل وتحمله في عربيتك وتوديه البيت الجديد اللي على التل. واللي معاه هنا بيكون اسمه سنو، وبيقول له هو مين معرفش بيت مارستن. وصاحبنا التاني بيقول له إن الصندوق ده هتحطه في القبر وبيديله الراتب بتاعه. بعد كده بقى بنشوف سنو ومعاه واحد تاني بيوصلوا عند البيت، واللي مع سنو بيقول له إن في قصص وإشاعات زمان بتقول إن مارستين دوت عبد للشيطان، وإن قتل مراته وبعدها انتحر. وسنو بيحاول يطمنه وبيقول له إن كل دي مجرد قصص، وسنو بيقول له يلا انزل افتح القبر وإننا هنحطه زي ما قال سايد ستراكر. واللي مع سنو بيبقى خايف جدا. المهم بقى بنشوفهم بينزلوا الصندوق، بتبقى الدنيا ضلمة والصندوق بيقع منهم، وسنو هنا بيولع النور وبيلاحظوا إن الصندوق اتكسر وفي تراب بينزل منه، لكن سنو ما بيهتمش وبيرفعوا الصندوق وبيحطوه على جنب. بعد كده بقى سنو بيسمع صوت طالع من الصندوق فبيتحرك ناحيته، وبنلاحظ إن سنو بقى مغيب تماما وبيسمع صوت بيقوله تعالى وانضم ليا. وبنشوف إن الصندوق بيتفتح، لكن في اللحظة دي بيجي صاحبه وبينادي عليه، وسنو بيفوق وبيطلع يجري. والمشهد بيتنقل بينا لشخص قاعد في العربية وبيتفرج على البيت من بعيد، وبيجي شرطي وبيسأله انت بتعمل ايه هنا، فبيقوله اني بتفرج على المدينة واني كنت ساكن في البيت ده، وطبعا مش هفكرك ده بيت مين. وبنعرف ان الشخص دوت مؤلف. المهم بقى بنشوف المؤلف دوت وصل لمكتب تأجير البيوت، وبنشوف ان السكرتيرة اللي في المكتب قاعدة بتقرا كتابه، ولما بتشوفه بتحس انها تعرفه لكنها ما بتتعرفش عليه. وبيجي المدير وبيرحب بيه، والمؤلف هنا بيسأله عن بيت مارستن وإنه شاف حد ساكن فيه، وبيسأله مين اللي اشتراه، فبيقول له إن اللي اشتراه راجل أوروبي وهو صاحب الدكان اللي قدامي. والسكرتيرة بتسأله أنت عرفت إزاي عن بيت مارستن، فبيقول لها إن عشت هنا لغاية ما كان عندي 9 سنين. وبنعرف هنا إن اسمه ميرز. والسكرتيرة هنا بتبعت له واحدة اسمها إيفا وبتقول له هتلاقي عندها غرف تعيش فيها. وميرز بيسيبهم وبيمشي وبيروح فعلا لإيفا وبياخد أوضة يقعد فيها. بعد كده بقى المشهد بيتنقل بينا المدرسة، وبنشوف فيها إن في 3 أطفال بيلعبوا، وإن واحد منهم هيقدر يفك نفسه من الحبل اللي مربوط على إيده. وواحد من الأطفال بيلاحظ إن الطفل الصايع بتاع المدرسة جاي ناحيتهم وبيكون اسمه ريتشي، فبيحاول يفك إيد الطفل وبيقول لهم لأ وإني هقدر أفكها، لكن ريتشي بيجي عنده وبيضربه، والطفل ده بيقع على الأرض وأصحابه بيفكوه، وبيقوموا بيقدر يوقع ريتشي وبيمسك إيده يكتفها وبيقول لريتشي قول يا عمي يا إما هكسرها لك. وريتشي بيفضل يصرخ، والمدير بتاع المدرسة بيلاحظ كل اللي بيحصل من مكتبه وبيروح عليهم، وبنشوف إن ريتشي فعلا بيعتذر له، والمدير هنا بيبعدهم عن بعض. بعد كده بقى بنشوف السيد ستراكر واقف ورا الباب الدكان بتاعه وبيحط حتة قماشة على وشه، بيبص على الأطفال وهي مروحة وعينيه بتيجي على الطفل الصغير اللي معاه. عايزك تركز معايا علشان قدام هنعرف ايه السر اللي وراه. المهم بقى بنشوف ميرز قاعد في المكتبة وبيبقى بيعمل أبحاث. في الوقت دوت بتدخل سوزي السكرتيرة اللي شفناها قبل كده وبتبقى مع مامتها، واللي شغالة في المكتبة بتشاور لسوزي عليه وبتقول لها إنه كان عايش هنا في صغره، وإن أبوه وأمه ماتوا في حادثة، وإنه أكيد دلوقتي قاعد بيعمل أبحاث لكتابه الجديد. وبنشوف بقى سوزي بتوقع كتاب علشان يعني تلفت انتباهه، ولما بيبص لها بتقوله إننا نتقابل النهاردة على الطريق. بعد كده بقى بنتنقل للأطفال وهي مروحة وبيبقوا قريبين من غابة، وبيجي السيد ستراكر بعربيته وبيقف جنب الأطفال وبيسألهم لو محتاجين نوصلكوا، لكن العيال بيرفضوا وبيشكروه وبيسيبوه. وبنشوف إن السيد ستراكر دوت نولهم على نية. المهم بنروح لسوزي هي وميرز قاعدين ومستنيين الفيلم يشتغل، وسوزي هنا بتحكي له عن كل قصص الناس اللي في القرية، وميرز هنا بيسألها عن قصتها وبتقول له إنها شغالة في مكتب العقارات لغاية ما تطلع ترخيص عقاري خاص بيها وتشتغل لوحدها. وسوزي بتسأله بتقول له أنت هنا ليه، فبيرد عليها وبيقول لها إني ماليش قصة، وإني دايما بكتب قصص الناس، وإني رجعت هنا علشان أحس إني في الوطن. والفيلم بيبدأ وبنرجع بقى للطفلين وهما ماشيين في الغابة، وبتبقى الدنيا ضلمة وبيبقوا مش حابين الطريق دوت، وإنهم دخلوه علشان يبعدوا عن ستراكر. وفي وقت هما ماشيين بيسمعوا صوت وراهم وبيقفوا لكن ما بيشوفوش حاجة، فبيكملوا طريقهم. لكن فجأة بيظهر ستراكر وبيخطف رالف، والطفل التاني بيقعد يدور عليه لكن ما بيلاقوش. وبنشوف بقى السيد ستراكر أخد رالف للبيت وبيقوله إن السيد محتاج تضحية وإني همنحك شرف عظيم. والستراكر هنا بيقعد ينادي على السيد بارلو وبيقول له إني جبت لك أضحية. فجأة بقى الشموع اللي في البيت كلها بتتطفي وبيبقى رالف جوه الشوال وخايف جدا. وبيظهر هنا السيد بارلو وبيبدأ ياكل رالف. تاني يوم الصبح بقى بنشوف البابا بتاع الكنيسة قاعد في السجن، وبيجي الضابط علشان يخرجه. والضابط هنا بيقوله على اللي حصل مع عيلة غريك، وإن الولد الصغير مش لاقيينه، وإنهم بيعملوا فرق بحث عليه. بعد أسبوع بقى من الأحداث دي بنشوف مجموعة البحث في العربية وبيبقى فيها السيد براك مدير المدرسة وميرز وناس تانية، وبيوصلوا عند البيت بتبقى أم رالف واقفة على أمل إنهم لاقوه لكن ما بتلاقوش معاهم، فبتمشي. ونشوف واحد من اللي قاعدين في العربية قاموا متعصب جدا من ميرز، وبنعرف إن ده فلويد
وإنه معجب بسوزي. بعد كده بقى سوزي بتيجي تقعد معاهم وبتقول لهم إن العيلة هتوقف بحث، والمدير بيقول لها إن أخوه مبقاش فاكر أي حاجة. بالليل بقى بنشوف داني نايم على سريره وبيبص على سرير أخوه وبيبقى حزين جدا. فجأة بيسمع صوت من الشباك وبيقوم يبص وبيفكر إن الصوت ده هو صوت أخوه، فبينزل يدور عليه وبتبقى الدنيا ضلمة جدا. فجأة بيلاقي المرجحة اتحركت ومرة واحدة في حاجة بتسحبه لفوق. في الوقت دوت بقى أمه بتقوم من النوم وبتبقى بتحلم، وبيبقى داني واقف جنبها وبيقول لها إنه تعبان، فبياخدوه للمستشفى والدكتورة بتقول لهم إن عنده نقص دم، وإن ده بيمنع الجسم من صنع خلايا الدم، وإن المفروض معدل الدم في جسمه من 80 ل 85، وإنه حاليا 40. بعد كده بقى بنشوف داني نايم على سرير المستشفى وبيحاول يمد إيده يمسك بيها كيس الدم اللي متعلق له. أمه بتصحى وبتقول له مالك، فبيقول لها إنه عطشان، فبتجري تنادي على الممرضة علشان تجيب له مية، وبترجع تلاقي داني ماسك كيس الدم وبيشرب فيه وبيقع ميت. تاني يوم الصبح بقى بيروحوا يدفنوه، وبنشوف البابا بتاع الكنيسة واقف مع مايك وبيتكلم معاه إنه يعني العيلة دي صعبانة عليه لأنهم فقدوا عيالهم الاتنين. ومايك بنشوفه راح ورا شجرة بعيدة عنهم شوية وقعد ياكل، وفجأة نام على نفسه. بالليل بقى بيصحى من نومه وبيروح علشان يقفل القبر بتاع داني، لكن بيسمع صوت خبط طالع من القبر وداني بيطلب مساعدة وإن لسه عايش ما ماتش. صاحبنا هنا بينزل وبيفتح التابوت اللي داني فيه لكن بيلاقيه ميت، فبيقفل عليه تاني وبيطلع يكمل شغله. وهو بيحط التراب بقى على القبر بيلاقي التابوت مفتوح وداني مش فيه. فجأة داني بيهجم عليه وبينزل بيه القبر. بعد كده بقى بنشوف السيد براك راح يقعد في حانة وبيشوف هناك مايك قاعد لوحده على الترابيزة وبتبقى الإضاءة عنده واطية، ويروح يتكلم معاه بيقول له باين عليك إنك تعبان جدا، فيك إيه؟ مايك بيقول له إني فقدت وعي بعد الجنازة بتاعت داني ومش فاكر أي حاجة، وإني حاسس إني تعبان جدا وخايف أروح البيت. السيد براك هنا بيقول له إن الدكتورة زمانها روحت وإني هفضل معاك للصبح. والسيد براك بياخده مع البيت وبيديله مسكن وبيلاحظ إن على رقبته عضة، فبيسأل مايك من إيه دي، ومايك بيقول له معرفش. وبنلاحظ إن السيد براك بيبقى عارف حاجة وخايف منها، فبيسيبه وبينزل وبيسمع صوت بره البيت، فبيخرج يشوف في إيه. أول ما بيخرج بيلاقي مايك بيدخل من شباك البيت، فبيروح جري الميرز وبيقول له هو وسوزي على اللي حصل. وبيرجعوا للبيت وبيلاقوا إن النور في البيت كله فصل، والسيد براك بيأكد لهم إن قبل ما يمشي النور كان موجود. المهم بيدخلوا البيت وبيطلعوا المايك، ولما بيطلعوا براك بيروح يشوفه لكن بيلاقيه ميت. وميرز بيقرب من ناحيته وما بيلاقيش العلامات، وبراك بيقول له إن العلامات بتختفي بعد ما بيموتوا وإن التحويل بيحصل من دقايق لأيام. ميرز هنا بيقول له اتصل بالشرطة وقول لهم إنك لقيته في الحانة تعبان وخدته وبعد كده مات، وما تجيبش سيرة عن مصاصين الدماء. بعد كده بقى بتيجي الشرطة ومعاهم الدكتورة، والدكتورة بتقول لهم إنه ميت فعلا. وبراك بيسألها إن حالته زي داني ولا لأ وإن ده سبب موته، فبتقول له لأ. والظابط بيسأل براك أنت شاكك إن يكون في علاقة مترابطة بينهم، لكن الدكتورة بتنفي دوت. وسوزي بتقول لها طب أنت إيه رأيك؟ الدكتورة بتقول لها بقولك بعدين. بنتنقل لماركو وهو نايم وبيصحى على صوت خبط على الشباك وبيشوف داني وهو مصاص دماء، فبيجري يقفل الستارة بتاعة الشباك وداني بيجيله عند شباك تاني بيقول له خليني أدخل، فبيجري مارك علشان يقفل الستارة لكن داني بيقدر إن يخليه تحت طوعه ومارك بيفتح له الشباك. لكن بنشوف مارك خرج عن سيطرة داني وجاب الصليب وحطه على رقبة داني، وداني في اللحظة دي هرب بسرعة. مارك بيعده إنه هيحرره وبيقعد بقى بيعمل أبحاث وإزاي يقدر يحرر داني، وبيوصل في النهاية إنه لازم يقتل بارلو الراس الكبيرة. بعد كده بقى بنشوف السيد براك قاعد في البيت وعمال يقرا في كتب وبيسمع صوت، فبيقوم يبص وراه. فجأة بيلاقي مايك وبراك بيحاول يجيب الصليب، وأول ما بيمسكوا الصليب بينور. مايك بيترمى لورا وبيتلزق في الحيطة، وبراك بيفضل موجه الصليب ناحيته لكن مايك بيقدر يهرب، وبراك بيخرج وراه ويدور عليه لكن ما بيلاقوش، فبيروح يقفل الشباك. وهو خارج بقى من الأوضة مايك بيهجم عليه تاني وبيقع على الأرض، والصليب بيقع من إيده لكن بيقدر يوصل له. بعد كده مايك بيقول له انضم لينا، بيوقعوا من على السلم، ومايك بيقول له إن السيد بارلو عايز يقابلك. وبنشوف إن مايك بيحاول يسيطر عليه لكن الصليب بينور تاني وبراك بيمسكه وبيقدر إنه يخرج مايك من البيت. بنتنقل بقى للمستشفى وبنشوف الممرضة واقفة مع الدكتورة وبتقول لها إن مداني لقوها ميتة الصبح وإنهم أخدوها على طول المشرحة. بعد كده الدكتورة بتسألها عن جثة مايك لسه موجودة ولا لأ. الممرضة بتقول لها لو مصحاش وخرج فهي لسه موجودة. الدكتورة بتنزل تشوف الجثة لكن ما بتلاقيهاش فعلا، وبتروح جري البيت براك، وأول ما بتدخل بتلاقيه مرمي على الأرض، فبتروح تفوقه وبتقول له إن أم داني ماتت الصبح وإن جثة مايك مش لاقيينها. بعد كده بقى بنشوف براك قاعد معاهم وبيقول لهم على الحاجات اللي يقدروا يقاوموا بيها مصاصين الدماء زي الصلبان والثوم والورد الأبيض. كل الحاجات دي يقدروا يقاوموا بيها مصاصين الدماء، والدكتورة بتبقى شايفة إن كل دي خرافات. لكن براك بيقول لهم إنه لما اتصل بمحل بتاع زهور في كومبرلاند وطلب منهم الورد الأبيض قالوا له إن كلها اتباعت وإن واحد غني اشتراهم كلهم الأسبوع اللي فات. ميرز هنا بيقول لها
إنه سترايكر، وبراك بيقول له إن السيد بارلو عايز يزود جنوده، وإن الموضوع ليه علاقة بداني وأخوه ومايك، وإن الولد الأول كان تضحية. ميرزي بيقول له إننا لازم نروح نفتح القبر بتاع داني علشان نتأكد إنه ميت ولا لأ، والدكتورة بتبقى رافضة وبتقترح عليهم يروحوا يزوروا أم داني في المشرحة، وبتقول لهم إنها ماتت بنفس طريقة داني، فبدل ما نروح نفتح القبر على داني نستنى لغاية بالليل ونروح نزور أمه. وبراك هنا بيقول لهم روحوا انتوا وانا لازم اعمل ابحاث عن السيد بارلو وستراكر. بعد كده بقى بنشوف مارك رايح لبيت ستراكر وبيبقى معاه سكينة خشب وبيفتح الكابو بتاع البيت وبينزل فيه. فجأة بيقابله السيد براك وبيقول له اخرج من هنا، لكن مارك بيقول له اني وعدت داني اني هحرره. وفي وقت بقى هما بيتكلموا حد بيجي وبيقفل باب الكابو عليهم وبيبقوا اتحبسوا، والسيد براك هو ومارك بيدوروا على الباب علشان يخرجوا منه، ولما بيلاقوه ما بيلاقوش السلالم. وفي وقت بقى والسيد براك بيطلع مارك، السيد بارلو بيخرج من الصندوق بتاعه ومارك بيكون قادر وصل للباب، لكن بيلاقي الباب مقفول. في الوقت دوت الشمعة اللي مع براك اتطفت وبيقول لمارك يولع النور، لكن بنتفاجئ بالسيد بارلو وراه وخلص عليه، وستراكر بيفتح الباب وبياخد مارك. وبنتنقل بقى للدكتورة هي وميرز وسوزي وهم بيفحصوا موداني، وميرز بيقول لها لقيت أي علامة، فبتقول له لأ، وبتقول له إن المفروض ده الوقت اللي المصاصين الدماء يقوموا فيه. سوزي هنا بتقول لها طيب لو قامت هندافع عن نفسنا إزاي؟ في الوقت ده فعلا ام داني الشبشب اللي هي لابساه وقع، وبتبدأ تحرك ايديها وبتقعد تنادي على داني، والدكتورة بتجري وبتحاول تسمع صليب يحميهم، وسوسي بتجيب لها شريط لزق علشان يلزقوه. ام داني بتقوم وبتبقى في طريقها ناحيتهم، وميرز قدر انه يبارك الصليب والصليب بينور، لكن فجأة اللزق اللي على الصليب بيفك. ام داني بتهاجم على الدكتورة وميرز بيحاول يبعدها عنها، لكن ام داني بتقدر تعضها، وسوزي قدرت تصنع الصليب تاني بتروح تحطه على جسمها. ام داني بتبعد عن الدكتورة بتتبخر في ثواني. بعد كده بقى بيمشوا بيوصلوا عند بيت براك، لكن ميرز بيقول لها مش هننزل وهنكمل طريقنا. سوزي بتقول له ليه، بيقول لها ان في مصاصين دماء فوق بيته وبيعرفوا انهم اخدوه. وبنتنقل لمارك وهو متكتف ومتعلق وبيقدر انه يفك نفسه. في الوقت دوت بيدخل استراكر عليه، لكن مارك بيقدر يضربه وبيخلص عليه. بعد كده بقى بنشوفهم وهما في الكنيسة وبيتكلموا مع الكاهن وبيقول لهم اني ما بقتش الشاب بتاع زمان، واني كبرت واني مبقاش ليا اي لازمة. في الوقت دوت بيدخل عليهم مارك وبيقول لهم ان السيد براك بقى واحد منهم، وبيقول لهم اني هطاردهم، وبيبدأ يجهز نفسه وبيقول لهم اني قتلت ستراكر وان دي كانت الطريقة الوحيدة ان اخرج من البيت. بعد كده بقى بيروحوا للبيت وبيدخلوا، والكاهن بيسأل مارك بيقول له فين جثة ستراكر، فبيقول له انها فوق، والكاهن بيبقى باين عليه انه خايف جدا. بعد كده بقى بينزلوا القبر وبيقعدوا يدوروا على اي حاجة. فجأة بقى بيظهر قدامهم براك وهو مصاص دماء، وميرز بيهاجم عليه وبيضربه بالسكينة، بيبقى راجع لهم لكن بيقع على الأرض، وبراك بيمسكه وبيحاول يسحبه، لكن المجموعة قدروا إنهم يفتحوا باب القبر والشمس بتحرق إيد براك. وسوزي بتدي الميرز خشبة وبتقول له حطها في قلبه، وبيروح فعلا ميرز وبيخلص عليه. بيخرجوا وبيتكلموا مع بعض ويعرفوا إن بارلو هيجيلهم كلهم الليلة، وكان بيقترح عليهم إنهم كلهم يجيبوا عيلتهم ويروحوا للكنيسة. والدكتورة بتقول لهم إنها هتروح للشرطي علشان يساعدهم، وسوزي هي وميرز هيروحوا يجيبوا أمها. بعد كده بنشوف الدكتورة راحت للشرطي وبيبقى عايز يهرب وبيقول لها ان انا لازم اهرب واني ماليش اي حاجة هنا، انا مش عايز اتاكل ولا عايز ابقى مصاص دماء، وهرب انت كمان. فعلا بياخد عربيته وبيخلع، ونشوف ميرزا هو وسوزي في البيت، وسوزي بتنادي على امها، واول ما بتشوف ميرزا بتقول له اخرج بره البيت، وميرزا بيخرج وبيبقى واقف ورا الباب، وامها بتتكلم مع سوزي وبتقول لها اني قابلت راجل واني وعدته اني اخدمه واعمل كل حاجة هيطلبها مني وانه هيراعينا. سوزي بتقول لها مين ده؟ في نفس الوقت ميرزا بيلاحظ ان امها ملهاش انعكاس في المراية. في الوقت دوت امها بتقول لها ان السيد بارلو هو اللي هيراعينا، وبيطلع مايك من جنب سوزي وبيعضها، وميرز بيجري عليها وبياخدها. بعد كده بقى بنتنقل لبيت مارك وبنشوفه هو وكان قاعد مع ابوه وامه وبيحاولوا يشرحوا لهم، لكن ابو مارك مش بيبقى مصدقهم. في الوقت دوت الباب بيخبط وابو مارك بيقوم يشوف مين، بيبقوا كلهم مرعوبين. فجأة بقى بيظهر بارلو ورا ام مارك وبيعضها، ابو مارك بيدخل من الباب هو كمان معضود، والكاهن بيهرب مارك وبيحاول يوقف بارلو بالصليب لكن ما بيقدرش. ومارك بيجري العشة كده فوق الشجرة وبيلاقي أطفال كتير متحولة بتحاول تدخله، فبيقفل الشبابيك بتاعة العشة وبيضرب واحد منهم. بنتنقل لميرز وهو واخد سوزي للكنيسة والدكتورة بتفتح له، وميرز بيدخل بسوزي وبنشوف إن سوزي اتحولت، وبيقول للدكتورة تساعدها لكنها بتقول إن الوقت اتأخر وبتحاول تجيب خشب عشان تقتلها. لكن في الوقت دوت سوزي بتضرب ميرز وبتهرب من الكنيسة، وميرز بيجري وراها لكنها بتختفي. فجأة بقى ميرز بيلاقي نفسه محاصر من مجموعة كبيرة من مصاصين الدماء، فبيحاول يهرب منهم، بيبقى خلاص قرب من الكنيسة والدكتورة بتحدف له الخشبة، لكن واحد بيجي وبيخطف ميرز، وميرز قدر ان هو يقتله، والدكتورة بتساعده انه يدخل الكنيسة وبيقدروا انهم يبعدوهم وبيدخلوا. وهم قاعدين بقى ميرز بيقول لها ان ام سوزي بقت واحدة منهم، هو بيسألها عن مارك
والكاهن وبتقول له مفيش أي خبر عنهم. فبيسألوا عن الشرطي لكن الإجابة بتجيله من شباك الكنيسة والشرطي بيترمى قدامهم. تاني يوم الصبح بقى بيروحوا البيت مارك وبيلاقوا أمه وأبوه والكاهن ميتين. وميرزي بيلاقي ملاحظة مارك سايبها لهم وكاتب لهم فيها إنه هيقتل بارلو. بعد كده بنشوف مارك داخل الدكان بتاع ستراكر وبيبقى الباب مقفول. بيكسر الإزاز بتاع الباب وإيده بتتعور لكن ما بيهتمش وبيدخل الدكان وبيهجم عليه داني. لكن مارك بيقدر يحط العصاية اللي معاه في قلبه وبيخلص عليه وبيخرج من المحل وبيقابل الدكتورة وميرز هنا بيقول له يلا ندور على مكان آمن نقعد فيه. لكن مارك بيرفض وإنه لازم ينتقم لأبوه وأمه وإنه خلص على ناس كتير والدور علينا ولازم نقاومه. والدكتورة بتقول لهم إن هم هنا وإنهم أكيد متجمعين في مكان كبير في البلدة. وميرز بيلاحظ إن العربيات كلها مش موجودة وبيروح عند السينما اللي على الطريق وبيشوفوا العربيات بتاعت البلدة كلها موجودة هناك. وميرز بيلاحظ عربية سوزي فبيجري عليها وبيفتح الشنطة بتاعت العربية بيلاقي سوزي نايمة فيها وبيعرفوا إن هم كلهم في العربيات. الدكتورة بتقوله إننا لازم نقتلها وبتاخد الخشبة من مارك وخلاص هتقتلها لكن فجأة بتتضرب بالنار وبنلاقي أم سوزي وقفلهم وبتقول لهم إن بارلو قال لي إنكم هنا. ومارك وميرز بيحاولوا يستخبوا ومارك بيقول له دور على بارلو. في الوقت دوت بقى الشمس بتبدأ تروح والعربيات بتتفتح ومصاصين الدماء بيطلعوا منها. وميرز هو ومارك بيحاولوا يهربوا لكن واحد بيقدر يمسك ميرز وبيقول لمارك يهرب لكن ميرز قدر يخلص عليه وعلى واحد تاني وبيهرب. لكن في مجموعة تانية بتمسكه وبيفضل يقاوم. ومارك بنشوف أخد العربية ويوقع الشاشة علشان الشاشة دي منع أشعة الشمس توصل لهم وبالفعل بيقدر يوقعها وبيتحرقوا كلهم. أم سوزي بتبقى خلاص قربت على ميرز وهتقتله لكن بطلنا الصغير بيشيلها بالعربية. ويفضلوا يدوروا على بارلو لغاية ما بيلاقوا عربية كبيرة بيروحوا يفتحوها وبيلاقوا فيها تابوت كبير وبيحاولوا يفتحوه لكن ما بيتفتحش. ميرز بيدور على أي حاجة يفتح بيها التابوت بتبقى الشمس خلاص بتروح لغاية ما بيلاقي حديدة فبياخدها وبيجري على التابوت وبيحاول يفتحه لكن مفيش فايدة والشمس بتروح. وفجأة بقى التابوت بيتفتح وبيخرج منه بارلو بسرعة جدا وبيدخل ميرز هو ومارك يستخبوا. في الوقت دوت بقى بتهجم عليهم سوزي وميرز بيحاول يوقفها وبترميه على روحة الكهرباء وبنلاقي إن الأنوار بره بتشتغل وبنشوف مارك وهو بره وظاهر له السيد بارلو. في نفس الوقت بيكون ميرز قتل سوزي وبنشوف مارك بيحاول يولع النور بتاع العربيات وبارلو بيحاول يمسكه وبيقدر إن هو يمسكه فعلا وبيبقى خلاص هيخلص عليه لكن ميرز بيحط له العصاية في بقه وبيخلص عليه. ولغاية هنا بينتهي فيلمنا. أتمنى لو الملخص عجبك متنساش تدعمنا بلايك وتسيب لنا كومنت. لو مش مشترك في القناة اشترك بسرعة عشان في أفلام جامدة الفترة الجاية وأوعدك إنك مشوفتهاش قبل كده. سلام.